السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم في الفيديو ده عن اكتر حجر اتطلب مننا عليه فيديو، وكان فيه اسئله كتيره جدا عنه. هو حجر الطاقه الطبيعي المضيء في الظلام. اسئله كتيره جت عنه: هل هو حجر طبيعي ولا مش طبيعي؟ بيبقى مصنوع من ايه؟ هل ليه استخدامات؟ هل ليه فوائد؟ ايه القصص اللي بتتروى عنه؟ ايه الاساطير اللي عنه؟ هل هو مصنوع من الفسفور ولا لا؟ في اسئله كتيره جدا عن الحجر ده جت على قناة اليوتيوب، اللي بشكركم جدا على تفاعلكم الدايم معاها. كل الأسئلة دي هنجاوبها إن شاء الله النهاردة بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت قبل ما نبدأ كلامنا النهاردة في الفيديو عن حجر الطاقة، يا ريت تتأكد إن أنت عامل اشتراك للقناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ويا ريت كمان لو المحتوى عجبك تعمل لايك، وكمان لو في أي سؤال عندك أو في أي حجر أو أي موضوع حابب إن احنا نتكلم عنه، يا ريت تسيبهولي في الكومنتات. كل المنتجات اللي معروضة في الفيديو هنا أو في القناة عموما موجودة عندنا، تقدر تشتريها من عندنا من صفحة الفيسبوك أو من الموقع، أو كمان تشرفنا في مقرنا اللي موجود في شارع البحر الأعظم في الجيزة. هسيب لك كل التفاصيل دي في الديسكريبشن بتاع الفيديو أو في الوصف، وفي أول تعليق مثبت تقدر تشرفنا وتلاقي الأحجار الموجودة في الفيديوهات دي وأحجار أكتر كمان. النهاردة هنتكلم عن حجر الطاقة. حجر الطاقة يعني في حاجات كتير عنه مميزة جدا، لأن هو بيتميز بقدرة غريبة جدا على إصدار الضوء في الظلام. يعني لو هو موجود في الظلام بعد ما يتعرض لأشعة الشمس أو أي ضوء، سواء ضوء لمبة، ضوء كشاف، أو ضوء الشمس، أي ضوء حواليه بيحتفظ بالضوء ده جواه. وبمجرد ما يكون موجود في ظلام بيطلع الطاقة الضوئية دي، وده نتيجة تفاعلات كيميائية هقولها لك وهحكي لك عنها أكتر قدام في الفيديو. أول سؤال ممكن يجي في بالك هو حجر الطاقة ده معمول من إيه؟ حجر الطاقة ده يا صديقي بيكون ليه أكتر من نوع، أو يعني الحجر الطاقة ده مش بيبقى حجر واحد، أو هو مش اسمه حجر الطاقة. إحنا بنسميه حجر الطاقة، ده اسم شائع أو اسم السوق بالنسبة للحجر. لكن هو في 4 أنواع من الأحجار بتدي نفس الوظيفة، إن هي بتحتفظ بالضوء جواها، وبعد كده بتقدر إن هي تطلع الضوء ده بمجرد تواجدها في الظلام. وهم 4 أنواع، وهو أولهم حجر الفسفور، وهو ده اللي معانا في الفيديو، وهو ده اللي تقدر تعمل منه فص خاتم، تقدر تعمل منه سبحة، تقدر تعمل منه اكسسوارز أو أسورة. أي مشغولات تقدر تعملها منه بتكون من حجر الفسفور، لأن هو أكتر حاجة فيهم متوفرة في الطبيعة وأسعارها معقولة شوية. في حاجة تانية طبعا زي حجر الراديوم. حجر الراديوم برضو نوع من أنواع الأحجار المشعة، بيطلع منه أشعة ألفا وبيتا. الحاجات دي هي اللي بتخلي يطلع منه ضوء أو نور في الضلمة. وحجر الراديوم ده بيستخدم في الطب النووي وفي الأسلحة النووية، وبيستخدم كمصدر من مصادر الطاقة كمان. لكن الراديوم طبعا بيعتبر خطير جدا ولازم يتم التعامل معاه بحذر، لأنه هو يعتبر من المواد المشعة. في حجر الفلوريسنت، وده برضو بتكون داخل في تكويناته مادة اليورانيوم. ودي طبعا مادة اليورانيوم كنا عارفين انها مادة خطيرة جدا، فبرضو عشان كده ما بيستخدمش في المشغولات والحاجات اللي زي كده. واخر حاجة حجر اللوميونست. اللوميونست بيتكون برضو من مواد كيميائية بتتفاعل مع بعضها لما بتتعرض للضوء او الحرارة، والتفاعلات دي هي اللي بتخليها تطلع الإضاءة بتاعتها. لكن احنا النهاردة هنتكلم عن النوع الأولاني وهو حجر الفسفور. بكل بساطة حجر الطاقة اللي هو الفسفور طريقة عمله بسيطة جدا. هو بمجرد ما بيتعرض للضوء، الذرات بتاعته أو بنيته الذرية نفسها بتمتص الضوء ده وبتحتفظ جواه بكمية الضوء اللي دخلته. بيفضل محتفظ بيه بمجرد ما يتعرض لضلمة، أو بمجرد ما يكون موجود في مكان مفهوش أي مصدر من مصادر الضوء. على طول بيبدأ يخرج الطاقة الضوئية اللي اختزنها جواه ببطء شديد جدا، لحد ما يفقد تدريجيا الطاقة اللي موجودة جواه، ويفقد قدرته على الإضاءة ويرجع تاني معتم، لحد ما نعرضه مرة تانية لمصدر تاني للضوء يبدأ يشحن طاقته تاني من أول وجديد، وهكذا. تستمر العملية دي مدى الحياة. طول ما الحجر معاك أو طول ما السبحة معاك بتفضل تكرر العملية دي، بحيث إن هو يستقبل الضوء يخزنه جواه. أول ما يكون موجود في مكان مفيهوش أي ضوء يبدأ يخرج الطاقة اللي جواه.
العملية دي بتنتهيش، الحجر ما بيبطلش ان هو يقوم بالعملية دي، سبحانك يا رب، بيفضل يقوم بالعملية دي مدى الحياة. حجر الطاقة بيكون له استخدامات كتيرة جدا، ويمكن من أكتر الأحجار اللي احنا هنتكلم عنها في القناة دي ليه استخدامات، لأنه ليه استخدامات في شتى المجالات، سواء علمية أو سواء علاجية أو علمية واستكشافية، حاجات كتيرة جدا هنتكلم عنها النهاردة. أول حاجة في الاستخدامات العلمية والعملية بتاعته إن هو بيستخدم في الساعات المضيئة. أكيد كان عندك في وقت من الأوقات أو عند والدك ساعة بتكون العقارب بتاعتها مضيئة، لما بتكون في الضلمة تقدر إن أنت تشوف عقارب الساعة والشرط بتاعة الساعة. فدي طبعا كانت ميزة كبيرة جدا إن أنت تقدر تشوف أو تعرف الساعة وأنت في الضلمة. فكان بيستخدم حجر الطاقة في ان هو يعملوا منه الشرط بتاعه اللي بتحدد كل ساعه، ويعملوا منه العقارب، بحيث ان انت طول ما انت لابس الساعه بتتعرض لضوء، فبتفضل محتفظه الاجزاء اللي من حجر الطاقه بالضوء ده. فاول ما بتكون في الضلمه بتقدر ان انت تشوف بوضوح جدا، حتى لو الدنيا عتمه خالص بتقدر تشوف الساعه كام بكل سهوله. طبعا برضو بتستخدم في العلامات اللي على الطرق المرورية، لما يكون طريق مظلم أو طريق مثلا سفر وبيكون الدنيا ضلمة، بيستخدموا أجزاء من حجر الطاقة في العلامات المرورية، بحيث إن أنت لو سايق بالليل والدنيا ضلمة تقدر من انعكاس الضوء بتاع العربيات أو كشافات العربيات يقدر يحفظ الطاقة جواه، وتقدر عن طريقه إن أنت تشوف العلامات المرورية على الطريق. كمان بيستخدم في أدوات الطيران والفضاء، بيستخدم في تمييز الزراير والمفاتيح اللي في كابينة الطيارة وفي سفن الفضاء، بحيث لو الدنيا مظلمة تماما تقدر ان انت ما يكونش في اي خطورة على سلامة المركبة اللي انت راكبها، تقدر تحدد الزراير بكل سهولة. فطبعا مفيد جدا جدا في استخداماته في التكنولوجيا. بيكون برضو الحجر الطاقة بعض الاستخدامات الدينية أو الثقافية، لبعض الثقافات بتستخدم حجر الطاقة في الطقوس الدينية والتأمل، وفي بعض الثقافات بتربط بين الأحجار الطاقة والطاقة الإيجابية للجسم والطاقة الروحية كمان. ولكن كل دي طبعا يعني الله أعلى وأعلم، مش هنقدر نجزم بحاجات زي كده. في بعض الثقافات بتؤمن بحاجات زي كده، وكمان بتستخدمها كتمائم عشان تجلب الحظ السعيد والحماية من الشر. لكن طبعا بالنسبة لنا احنا كمسلمين الكلام ده ممكن يكون خرافات شوية بالنسبة لنا. كمان بتستخدم حجر الطاقة في بعض الأعمال الفنية زي صناعة المجوهرات والزينة، وكمان بيضفي لمسة جمالية جدا على اللوحات الفنية والأعمال المنحوتة. طبعا ألوانه جميلة جدا، وبتقدر إن أنت عن طريق الطاقة بتاعته إن هو يقدر يطلع الضوء بعد ما يختزنه. ده حاجة جميلة جدا، وحاجة بتبقى جذابة جدا لو استخدمتها في أي عمل فني أو حتى في المجوهرات والحلي، بتبقى شكلها جميل جدا وجذاب. هنتكلم دلوقتي عن الفوائد الصحية والنفسية لحجر الطاقة. طبعا بأكد تاني الله أعلى وأعلم، يعني ربنا هو الضار النافع زي ما بقول في كل فيديو، لكن احنا بننقل الكلام المتوارث أو الكلام المتداول عن كل نوع من أنواع الحجر. وللشفافية احنا بنجيب الحاجات دي من مصادر عن طريق الأبحاث والبحث المستمر من المواقع المهتمة بالأحجار. لكن طبعا ربنا هو الدار النافع. لكن بيعتقد بعض الناس ان بعض انواع الاحجار المضيئة في الظلام ليها فوائد صحية، زي تحسين نوعية النوم وتقليل التوتر والقلق وتعزيز الطاقة الإيجابية. وليه كمان بعض الفوائد النفسية، ان هو الضوء اللي بيخرج من الحجر ده بيدي شعور شوية بالهدوء والاسترخاء، وبيساعد على تحفيز الإبداع والخيال، وبيستخدم في علاج بعض الاضطرابات النفسية زي الاكتئاب. زي ما شفنا كده مع بعض في الفيديو، فإن حجر الطاقة يعني ظاهرة طبيعية غريبة ومثيرة جدا للاهتمام، وليها استخدامات وتطبيقات متعددة وأشكال كتيرة من الاستخدامات. لكن قبل ما أسيبك هديك كده كام معلومة، يعني بشوفها معلومات يعني نادرة شوية أو معلومات غريبة. إن أقدم حجر تم اكتشافه من أحجار الطاقة المضيئة في الظلام يعود تاريخه لأكتر من مليار ومليون سنة، وهو حجر الفلوريسنت الازرق. وزي ما قلت لحضراتكم ان هو بيكون من الصعب ان احنا نستخدمه في الحلي وفي المشغولات، لان هو بيكون يعني يعتبر مشع.
طبعا موجود عندنا من حجر الطاقة في التسابيح موجود سبحة 99 حبة مقاس 8 مللي، وموجود السبحة 33 حبة مقاس 10 مللي. الشرابات طبعا بتكون من مادة الأنتيمونيا المطلية فضة، مش بتغير لونها ولا بتقشر، والحجر طبيعي 100%. لطلب أي منتج من الموجود في الفيديو أو في أي منتج تاني من منتجات السبح الطبيعية اللي موجودة في القناة، تقدر تشرفنا على صفحتنا. هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن وفي أول كومنت مثبت، أو تقدر تشرفنا في مقرنا في 32 شارع البحر الأعظم الجيزة، الدور التاني فوق صيدلية الدواء. ما تنساش تدعمنا بلايك لأنه فعلا بيفرق جدا، ولو مش مفعل جرس الإشعارات فعله عشان يجيلك كل الإشعارات، واشترك في القناة عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديدة، وأشوفك على خير.